في القطعة دي من شغلي دايما بتفكرني إن الفن مش بس خامة ومجهود. من سنتين كنت مشاركة في معرض سهل حشيش، وكنت عاملة عقد بالوحدة النحاس اللي قدامكم ديت، كنت لسه أول مرة أجربها. فاتت سيدة مغربية وتحياتي لأهل المغرب، وقفت قدام القطعة وقالت لي إن العقد ده تحفة وفيه روح وفن، وبعدها فعلا اشتريته وسابت فيا كلمة عمري ما هنساها. يلا نبدأ مع بعض. احنا دلوقتي أنا قطعت قطعة بالظبط 12 سنتي، حوالي 20 قطعة 12 سنتي. بنجيب الزرادية الملفوفة، بنقسمها نصين، بنقسم القطعة نصين، تمام، وبنسيب تجويف كده من النص، ده عشان هنتعرفوا هنحتاجه في ايه بعد كده. هي قطعة سهلة جدا مفيش أسهل منها. بعد ما سوينا الطرفين ببعض، نمسك الزرادية الملفوفة ونمسك الطرف نلفه زي ما احنا عارفين سكرولة صغيرة، دايرة صغيرة، ومن الناحية التانية برضو دايرة صغيرة، تمام. ونحاول كده نظبط شغلنا ونبقوا قد بعض وشكل بعض، ونضمهم كده على بعض. وبعدين الحركة الأخيرة هتكون ايه؟ هنمسك، أنا لسه هنا بظبط شوية. الوحدة دي دايما بحس إنها فيها توازن بين القوة والنعومة. أنا لما بحب أبدأ تشكيل السلك، بعدها بدخل ايه في التثبيت. يعني أنا دلوقتي هنا في مرحلة التشكيل، هنبدأ بقى اللي بعدين تثبيت. زي ما شفتوا كده، بعد ما تنيناها من النص وبقت بالشكل ده. كده الوحدة خلصت معانا. عايزين نعمل منها عدد كبير. أنا هنا في العقد اللي أنا عملته ده احتجت تقريبا 25 وحدة من ديت. فأنا طبعا هعمل كذا واحدة قدامكم، والباقي هعمله اوفلاين، وبعد كده هرجع ايه اوريكم هنشبك العقد ازاي. وكمان ضفت معاه خاتم، عملت معاه خاتم. تاني هدخلها تاني بالراحة وهتعرفوا انا دخلتها ازاي. هعمل واحدة كمان عشان اعرفكم ازاي بنشبكهم في بعض. زي ما انا قلت لكم، هنقص النحاس بقطعة متساوية 12 سنتي. هنقص النحاس بقطعة متساوية 12 سنتي، نقسمهم، نجيب البنسة الملفوفة ونقسم ال 12 سنتي على ناحيتين زي ما انتوا شايفين كده. كل لفة انا قصداها يعني علشان العقد يكون زي ما اتقال عليه فيه روح وفن، مش بس جهد ونحاس وجهد ايد، لا، في فن، في روح، في ان انتي بتعملي الوحدة متشابهين رغم كتر العدد، بس احنا بايدينا وروحنا بنخليهم شبه بعض. خلي بالكم شغل الاكسسوارات، يعني لو اكتر من قطعة، لو ما كانوش شبه بعض ومتساويين في المقاس واللفة، مش هيدي شكل نهائي حلو. فلازم واحنا بنشتغل نبقى نقسم القسمة بالنص مظبوط، الدايرة اللفة تبقى قد اللفة التانية كده. ودي كانت تاني واحدة. هعمل واحدة معاكم تانية، هي سهلة بس الشكل النهائي زي ما انتوا شفتوا الصورة اول الفيديو، يعني حاجة فخمة، عقد ملكات فعلا. انا بس سامحوني لو بكرر، بس انا حابة ان انا يعني اكرر عشان تحفظوها، تعرفوا انها قد ايه سهلة. لان اللي بيشوف العقدة من اول مرة يقولوا صعب اتعمل ازاي، بس لا، انا معايا في 5 دقايق فيديوهاتي كلها ان شاء الله. سلسلة الفيديوهات بتاعتي مش هتتعدى 5 6 دقايق، وهتكوني لميتي الدنيا كلها في حوالي 5 6 دقايق. ما تنسوش تدعموا القناة دي، قناتي الجديدة، تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة، وتفعلوا الجرس. ايه رأيكم؟ فعلا بسيطة وسهلة وفيها قوة ونعومة جميلة.
انا اسفه لو طولت عليكم، بس انا بحاول ابين لكم، اعيد بس عشان لو في اي حاجه مش واضحه توضح لكم. بنقسمها من نصين ونجيب الطرفين على بعض. انا هنا لقيت الدايره ضيقه شويه، فقلت اوسعها عشان لما اشبك فيها اعرف ادخل فيها الواحده التانية لما اجي ادخلهم مع بعض. نمسك طرف الخيط نلفه كده، نلف في الطرف التاني، بعدين ننزل من تحت كده ونطلع دي كده تاني. ايه رأيكم؟ جميلة مش كده؟ ليها ذكريات معايا جميلة لأني كنت لسه بادئة، فكانت ست جميلة فعلا. ياريت لو أعرف أقابلها تاني. تفتكروا ممكن الفيديو ده يوصل لها؟ كنا في سهل الحشيش في الغردقة في معرض. يمكن 2022 تقريبا. بصوا بقى التركيبة، بصوا احنا هنجيب ديت ايوه وندخلها في الحتة، كل شغلنا على الحتة المدورة الواسعة اللي انا كنت بسيبها فوق. تمام، بتجيبي ديت جوه دي، يعني الحتة المدورة دي جوه الحتة المدورة دي. انا هنا لقيتها بس ضيقة شوية، فقلت ايه اوسع الدنيا عشان ادخلها براحتي وارجع ايه، انا اللي بتحكم في الحجم يعني. لقيتها واسعة زيادة مش عايزة تدخل، فعادي جدا ان انا اضيقها تاني. خدتوا بالكم؟ ضيقتها وركبتها. تمام كده. انا وريتكم الوحدة بتتعمل ازاي من الاول خالص، من اول طول النحاس 12 سنتي. قطعت تقريبا 25 قطعة. دلوقتي انا تقريبا عملت نص العقد، هروح اكمل وارجع لكم تاني بقى اوريكم الشكل النهائي خالص. ممكن نعمل انسيال